تمام. اهو بصوا معايا كميه الممبار اهي، وهقطعها بسرعه جدا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هقطعه كده بسرعه اهو، بصوا بالشكل ده. تمام. معايا حنفيه اهي، هحطه بقى تحت الحنفيه، ابتدي اقلب فيه كده بالراحه واحده واحده. بصوا في ثواني مش بياخد اي حاجه. بتمسكي طرف الممبار كده اهو بايدك وتروحي حطاه تحت بوز الحنفيه، بيتقلب معاكي في ثواني. بصي ما بياخدش اي حاجه، على طول كده. تمام. اهو كده بالشكل ده. بصوا. تمام. اهو بصوا ولا سحر ولا شعوذه، في ثواني. اهي بصوا كده اهو. تمام. اهو بصوا، هقلبهم في ثواني والله مش هياخدوا اي حاجه. يا دوب بتفتحي بس الممبار كده اهو بايديكي بصوابعك الاتنين كده، وتروحي حاطه مع ضغط الميه بقى، ضغط الميه بيخليه يتقلب بسرعه جدا. بصوا ابتدي بقى انضف فيه كده. جيب طبعا ميه سخنه من السخان عادي اهو، مفيهاش اي حاجه غير ان احنا بس حطيناها بس ميه سخنه بس مش ميه بتغلي، يعني ميه سخنه بس مش درجه الغليان. تمام. بحط الواحده طبعا فيها كده اهو، وابتدي ايه ان انا ابتدي بقى بميل السكينه كده شويه اهو. بصوا بتنضف ما بياخدش اي حاجه اهو. تمام. اهو كده بالشكل ده اهو. بصوا جبت بلانشة برضو، قلت عشان اجرب عليها كده عشان لو الرخامة بتزحلق ولا حاجة. بصوا الحاجات اللي مطلعها، بصوا المنظر، بصوا المنظر عامل ازاي اهو. بالسكينة كده مش بياخد اي حاجة على طول. تمام. كده بعد ما نضفته كله كده اهو بالشكل ده كده اهو، لسه بقى هبتدي اغسله. تمام. معايا ملح رشيدي بتاع البحر، احطهوله كده، وطبعا بدعكه بيه كويس قوي. طبعا بتدعكيه كويس كده اهو بايديك كده اهو، عشان خاطر لو في اي بواقي من التنظيف وكده ما طلعتش في التنظيف، الملح ده بيطلعها بسرعه جدا. ما عندكيش ملح خشن، شغلي ملح، شغل نفسك بملح ناعم عادي، وشويه كده من الخل. تمام. وشويه دقيق طبعا ندعكم بيه برضو، وليمونتين كده ولا حاجه. تمام. اهو بصوا هدعكم بقى كويس كده اهو مع بعض. طبعا طلع اي زفاره فيه، اي بواقي فيه ولا اي حاجه بالشكل ده. بصوا بغسله طبعا واحده واحده تاني. بصوا اهو بفتحه طبعا تحت بوز الحنفيه برضو، وانزل اي بواقي فيه طبعا بعد ما غسلته بخل وليمون وملح ودقيق وكل حاجه، ونقعته طبعا في المحلول ده لمده ربع ساعه كده ولا حاجه. برجع اغسله تاني. طبعا الممبار لازم يتنضف كويس جدا يعني عشان يبقى تمام يعني. تمام اهو كده بعد ما غسلته كويس قوي قوي قوي. بصوا لونه روعه. بصوا احلى لايك بصوا شايفين الجمال والحلاوه ده كده قبل ما نحشيه. بصوا الله الله الله، تحفة بجد، حلو جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوة اهو. بصوا شايفين الجمال والحلاوة ده، حاجة كده بتتكلم عن نفسها.
اهو. ابتدي بقى اجهز الخلطه بتاعته. دي طبعا بصل، معانا حله كده على النار، حطيت فيها طبعا البصل، هفضل اشوحهم شويه كده واحط لهم شويه من الملح. تمام، واشوحهم بقى كويس كده مع بعض لحد ما البصلايه تدبل خالص وميتها تنزل اهو. تمام اهو. بصوا طبعا، بصوا الميه اللي منزلها طبعا دي سمنه، حطيت لها سمنه اهي، وطبعا زيت كده، حطينا زيت وسمنه. سيبهم بقى طبعا البصلايه لحد ما تحمر كويس قوي اهو. بصوا لونها. وده طبعا معانا شفشق اهو، في قلبيه قوطه وفلفل وشويه كده من الخضره. تمام، والثوم، وبنضربهم مع بعض كده في الخلاط. تمام، دول اللي بيعملوا التكايه بقى للمحشي او للممبار، بيخليها ريحتها حكايه. طبعا ده عصير الطماطم اهو، طحنته طبعا في الخلاط، والبصل طبعا اصفر كويس ورحت حاطه له القوطه. تمام، دي الخلطه اللي انا قلت لكم عليها في الخلاط، اللي هي فلفل بارد وفلفل حامي وفلفل وخضره وشويه من الثوم. تمام، هحط لها طبعا شويه ملح كده عشان تسبك كويس اهو كده بالشكل ده. طبعا الصلصه اتسبكت كويس قوي، بس طبعا الحله صغيره قلت انقلها في الحله دي. تمام، عشان الحله دي اوسع شويه. خليها برضو تكمل سواها برضو. بص الخضره مقطعاها اهي، وفلفل، فلفل احمر وفلفل اصفر. بصوا ده طبعا قلبين شوربه ماجي كده بحطهم عشان برضو بيطعموها كده. تمام، هشيل معلقتين صلصه كده. وده طبعا الرز معايا اهو، غسلاه طبعا ومنضفاه كويس، فضيه كده اهو على الصلصه. افضل اشوح بقى فيهم شويه. تمام، انا طبعا موطيه النار جدا اهو. بصوا افضل بقى اشوح فيهم كده اهو. ده طبعا هريسه الشطه اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض اهي. بصوا تمام، بقلبهم كلهم كده اهو كويس كده اهو مع بعض. طبعا احنا لسه ما حطيناش الخضره والتوابل. تمام، والفلفل اللي احنا مقطعينه هو لسه حطاه اهو. طبعا شويه كده من الملح، التوابل اهي، فلفل وكمون وكزبره وبهارات محشي، وشويه كده من البابريكا او شويه شطه حمراء اللي انت عايزاه. طبعا الفلفل واحمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر حطيتهم اهو مع التوابل. بشر جوز الطيب برضو عليهم. تمام اهو. كل ده على حسب الرغبه، بس هو فعلا الحاجات دي بتخلي الاكل طعمه حلو بالطعام يعني. تمام، هبتدي بقى اقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده، البهارات اللي احنا حطيناها والفلفل والحاجات اللي احنا قطعناها مع بعض. بس لون الرز روعه. طبعا الخضره اهي، طبعا احنا طافين النار اول ما حطينا التوابل وكده، ما جينا نحطها احنا طافين النار. الخضره طبعا بنحطها اخر مرحله عشان ما تتبلش وتبقى ريحتها حلوه. تمام، بص لونها روعه. الله الله الله، حلوه جدا. بص طبعا غرفت شويه كده في صينيه لوحدهم كده عشان ابتدي اشتم بيهم الممبار وكده اهو. بص الممبار طبعا غسلته كويس وحطيته في مصفى زي كده يتصفى شويه. تمام، وده الرز اهو اللي هنبتدي نحشي بيه اهو يا حبايبي. بتفتحي الواحده كده اهو. بصي، عايزه تعبيها بالشكل ده مفيش اي مشكله، بتفتحي الواحده كده وبصوابعك الاتنين وتحطي. تمام، عايزه تعمليها بالشكل ده زي ما انت عايزه. عايزه تعملي بقمع مفيش مشكله،
عايزه تقطعي بوز ازازه وتعملي بيه برضو مفيش اي مشكله، ده معاكي وده معاكي وده معاكي. هو مش بياخد اي حاجه في جميع الاحوال، مش بياخد اي حاجه، في ثواني على طول. بصوا بتبقى طبعا مبططه بالشكل ده عشان طبعا هي لسه بتزيد في السوا وكده. تمام اهو كده اهو بالشكل ده. تمام اهو بيتحشي في ثواني، في ثواني. قد ايه جميل وتحفه وطريقته حلوه جدا. اهو بصوا اهو بصوا بالشكل ده. تمام اهو بصوا كده اهو بالشكل ده اهو كده اهو. اهو شايفين الجمال والحلاوه. اهو اهو كده اهو بالشكل ده. تمام اهو. طبعا معايا حله على النار فيها بصلايه، بشره كده بصلايه وقطايه وحبهان وفصين كده من المستكه، ورق لورو طبعا، وقلبين شوربه كده، واحطهم طبعا في الشوربه دي. تمام دي اللي هنحط فيها الممبار. بصوا الممبار بعد ما عملته، بصوا هسقطه كده بالشكل ده. مجرد ما بتسقطيه بيقفل تلقائي. احنا طبعا ولا بنربطه ولا بنخيطه ولا بنعمل اي حاجه، بنسيبه زي ما هو، هو بيقفل لوحده تلقائي. تمام اهو كده بالشكل ده. اهو بصوا اهو كده بالشكل ده. بصوا قفل ازاي. هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، مجرد ما بتسقطيه في الماء بيقفل من ناحيتين. تمام اهو اهو كده بالشكل ده. تمام بصوا عشان كده بقول لكم مش محتاجه انك تخيطي ولا تقفلي باي حاجه ولا اي حاجه. تمام بصوا طبعا بعد ما عملته كده وحمرته بالشكل ده اهو، هبتدي بقى ازينه كده شويه بشويه خضره. تمام بصوا الجمال والحلاوه روعه. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. انا بفكر ان انا احطه في طبق تاني عشان يبقى احلى واحلى. هو مش محتاج اصلا بس هو حلو جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. هجرب كده احطه في طبق تاني. بصوا ايه رايكم غرفته في الطبق ده؟ شايفين الجمال والحلاوه روعه بجد، تحفه حلو جدا. الله الله الله. بصوا
دقيقة حلوة جدا. يا رب الفيديو النهاردة بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم يا حبايبي. عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب القناة. مع ألف سلامة. كل